السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حورس لمجال الدي جي. النهاردة يا جماعة هنتكلم على جدول صغير كده عشان الناس اللي كانت بتسعى على السلك والكلام دوت وهي مش فاهمة الشيلد اللي بتوصل السماعات بيبقى مختلف في الأحمال وزيادة مقطع السلك والكلام دوت. فأنا جبت لكم هنا جدول بيبين أطوال السلك على حسب المقطع بتاعه على حسب الحمل بتاعه. فهنلاقي هنا زي ما انتم شايفين كده ممانعة السماعة اللي هي عندنا السماعة عندنا هنا اللي هي بتبقى مختلفة الممانعة بتاعتها اللي هي 8 أوم أو 6 أوم أو 4 أوم أو 2 أوم. ودوت مقطع السلك، تمام. ده القطر بتاع السلك، تمام. وهنا قطر السلك بالملي. وهنا قطر السلك الداخلي اللي هو طبعا في السلك الخارجي بيبقى عليه عازل، دوت القطر بتاعه، والقطر بتاعه اللي هنا كام ملي، تمام. هنشوف بقى يا جماعة لما بنزود هنا قطر السلك أو بنقلل قطر السلك هنا، تمام، بيختلف عدد الأمتار هنا. يعني احنا مثلا عندنا قطر السلك هنا مثلا 2.5 ملي، هتلاقيه هنا في الحمل اللي هو ال8 أوم عامل 60 متر المسافة. في الحمل هنا ال6 أوم عامل 45 متر. في الحمل اللي هو الأربعة أوم عامل 30 متر. في الحمل الاتنين أوم عامل 15 متر. فكل ما عندنا قلت الأوم، كل ما قل الأوم هنا كل ما قل عدد الأمتار على حسب مساحة المقطع هنا، تمام. هنلاقي هنا لو بقى 2.5%، هنلاقي هنا دوت هنا 9 أمتار، هنا 18 متر، هنا 27 متر، هنا 36 متر، وهكذا إلى النهاية. ملخص الفيديو دوت يا جماعة اللي احنا عندنا السلك كل ما زادت ال المساحة، كل ما قلت المقاومة بتاعته، كل ما زادت المسافة بتاعة الحمل اللي عندنا هنا. يعني المقاومة هنا في الحمل هنا اللي هو الاتنين أوم والأربعة أوم والستة أوم والتمانية أوم، هنلاقي إن السلك اللي المقاومة بتاعته أو مساحة المقطع بتاعه قليلة، هنلاقي هنا الأطوال بتاعتها، هنلاقي مساحة المقطع بتاعه عالية، هنلاقي مساحة الأمتار بتاعته هنا زيادة. بس عندنا هنا كل ما نعمل الحمل أو نزود الحمل بيقل المسافة بالأمتار، عشان طبعا ديت بتبقى بتوصل واط أعلى أو بتوصل شدة تيار أعلى، فبيحتاج إلى مقاومة أقل عشان ما تتبدلش بحرارة وعشان ما تفقدش الإشارة قوتها. لأن عندنا ال8 أوم الواط بتاعها أقل من ال6 أوم، وال6 أوم الواط بتاعها أقل من ال4 أوم، وال4 أوم الواط بتاعه يعني الواط المستخدم في ال2 أوم بيبقى أعلى. هنا في ال4 أوم أقل شوية من ال2 أوم، هنا 6 أوم أقل شوية، هنا ال8 أوم أقل شوية. فهتلاقي عدد الأمتار هنا في الواط القليل هتلاقيه كبير. بالعكس هنا بقى عدد الأمتار في الأوم القليل اللي هو بيحتاج واط عالي أو واط أكتر بيبقى أقل في مسافة السلك. ملخص الجدول ده يا جماعة عشان الناس بس إيه ما تتوهش مننا في القصة ديت. ملخص الجدول دوت أنت بتعتمد على نوع كويس في السلك، نوع المقاومة بتاعته أقل. سيبك من قصة معتمد ولا مش معتمد، كل ما السلك غالي كل ما كان أحسن. المسافة بتتحدد على حسب الحمل اللي عندك. الحمل اللي عندك دوت كان 6 أوم، كان 8 أوم، كان 4 أوم، كان 2 أوم. يرجى إن أنت توحد السلك كله، تمام، سواء كنت 8 أو 2 أو 4 أو الكلام دوت. ليه؟ لأن أنت عندك لما بتوحد السلك كله فأنت هتضمن إن مساحة مقطع السلك هتبقى واحدة، الإشارة اللي هتبقى رايحة هتبقى واحدة، مفيش إن إشارة تقل عن التانية، مفيش فقد في الصوت، مفيش ضعف في إشارة الصوت. فهتبقى كل حاجة مظبوطة، وهتبقى كل حاجة كويسة بالنسبة لموضوع التوصيل بالسلك. لأن في أسلاك عندنا هنا يا جماعة بتبقى
مش معتمدة، نسبة الحديد فيها أعلى من نسبة النحاس، لازم يكون نسبة النحاس عندنا عالية. لازم طبعا كل الكابلات اللي موجودة في العالم لها ممانعة، كل الكابلات ليها مقاومة، تمام، كل الكابلات اللي موجودة في العالم، بس بتختلف من مادة للتانية 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 على حسب جودة النحاس الموجود جوه الكابل، تمام. فكل ما كانت جودة النحاس اللي موجود جوه الكابل عالية، كل ما كان التوصيل أفضل، كل ما كان مفيش سخونية في الكابل، كل ما كان اللي انت بيديك أحسن صوت، أو الإشارة بتاعته تبقى ثابتة على المسافات الطويلة، أو بتقل بدرجة مش كبيرة اللي هي متأثرش على جودة الصوت، تمام. زائد إن احنا برضو بيهمنا المادة اللي بره اللي هي مغطية السلك من بره، فلازم المادة اللي مغطية السلك من بره تكون مادة كويسة، لأن طبعا ظروف الجو والكلام دوت، فالعازل اللي بره دوت عليه عامل كبير جدا، اللي هو ما يحصلش تشويه للصوت، ما يحصلش فقد في صورة حرارة نتيجة تأثير مثلا عوامل خارجية زي حرارة، مية، رطوبة، الكلام دوت. فكل دوت يا جماعة لازم يكون في مواصفات سلك محترم، مواصفات سلك ليه براند، ليه ماركة، معتمد، شاريه من مصدر معلوم، مقاومته معلومة، نسبة النحاس بتاعته يعني عالية، نسبة الحديد اللي موجودة فيه يعتبر تكون معدومة. فطبعا ده هيريحنا كتير كتير جدا، تمام يا جماعة، لأن طبعا في أسلاك الكهرباء بتبقى درجات وأنواع، وأسلاك الصوت بتبقى درجات وأنواع، وفي تشابه ما بين أسلاك الكهرباء وأسلاك الصوت في النحاس أو المقطع الداخلي أو المادة الموصلة وهي النحاس. فكل ما كانت المادة الموصلة ديت كويسة، نقية، الخامة بتاعتها كويسة، كل ما كانت التوصيل كويس، هيبقى طبعا هنا ده جدول لنوع سلك معين. فحبيت بس ايه اوريلكم يا جماعة ان بصوا هنا زيادة المقطع، هنا مقطع السلك هنا، يعني مثلا دوت كام ملي، 2 ملي، 3 ملي، الكلام دوت. بصوا 3 ملي ديت على 8 اوم عاملة كام متر، وبصوا على 6 اوم بتعمل كام متر، وبصوا على 4 اوم بتعمل كام متر، وبصوا على 2 اوم بتعمل كام متر. فانتوا تخيلوا بقى ان السلك دوت بيبقى المقطع بتاعه، او هو 2 ملي، 3 ملي، 4 ملي، او 5 ملي، او ايا كان، والجودة بتاعته كويسة، ورغم كل دوت هتلاقي هنا مع الأحمال بتاعتك بيزيد عدد الأمتار، يعني 8 أوم هتلاقيه 60 متر، الستة أوم مثلا بيديك 45 متر، الأربعة أوم بيقل برضو الأمتار، الاتنين أوم بيقل الأمتار. ليه؟ لأن الوات المستخدم كل ما أقلل الأوم بيزيد الوات، فعشان كده لازم يا جماعة ناخد بالنا من الحتة ديت، والحتة دي مهمة جدا لينا كلنا، عشان ما يبقاش عندك فيه مشكلة، السلك عندك ما يحصلش لا قدر الله اللي هو يولع، ما يحصلش فيه مشكلة، ما يحصلش فيه اللي هو يسخن، ما يحصلش فيه اللي هو ممكن يعمل قفلة على الامبليفاير عندك او الباور اللي عندك، ممكن يولع لك جنب لا قدر الله، او يعمل قفلة في الباور، فبالتالي ممكن يحصل فيه ضرر. ما يسيحلكش السبيكون ايا كان نوع السبيكون المستخدم، حتى لو الماتيريال بتاعه عالية، حتى لو هو نيوتريك، حتى لو هو اوريجينال، طبعا حرارة السلك ديت قادرة ان هي تولع اي حاجة، عشان طبعا انت عندك الكهرباء بتتحول، او شدة التيار او الوات اللي ماشي في جوه السلك بيتحول نتيجة المقاومة العالية لحرارة، فالحرارة ديت قادرة اللي هي تبقى شغالة اكنها سخان، فالسخان دوت قادر اللي هو يحرق اي حاجة او يسيح اي حاجة. فخلي بالكم يا جماعة من القصة ديت، لما نيجي نشتري سلك للصوت عندنا لازم السلك دوت يكون محترم جدا جدا جدا، لازم ما نسترخصش في نوع السلك، ما نستخدمش اسلاك الكهرباء العشوائيه اللي احنا بنستخدمها ديت والكلام دوت، لا طبعا ده هيضعف معانا الصوت، مش هيوصل لك الواط اللي خارج من الامبليفاير عندك للسماعه، فبالتالي انت جوده الصوت كلها مش هتطلع كويسه، وهتطلع مشوهه. فعشان كده ناخد بالنا يا جماعه من القصه ديت ان شاء الله باذن الله.
هنتكلم في المواضيع اللي جاية إن شاء الله على برضو الحاجات اللي هي بتأثر على منظومة الصوت إن شاء الله. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تعملوا لايك عشان يوصل لكم، عشان بس نفعل القناة عندنا، وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا، السلام عليكم.